قسما بالله من أرعب القصص اللي سمعتها من أحد المتابعين. أشياء غريبة. بسم الله نبدأ. تنبيه: القصة صارت لأحد المتابعين وحاولت بقدر الإمكان إني ألخصها لكم. عند اليوم قصة لأحد المتابعين اسمه وليد زيه زي أي شخص، ولد لطيف ظريف خفيف. وليد عنده لمسات حلوة في التصميم أو في المونتاج، فقاعد يصمم فيديوهات في جواله وينزلها في التيك توك، تعليقات طبيعي وأشياء طبيعية. يوم من الأيام منتجت طبيعي ونزلت التصميم. العصرية جاتني رسالة في الخاص، الرسالة هذه فيها مدح على تصميمي. رديت طبيعي وقلت شكرا. يقول ما خذيت 5 دقائق إلا والشخص يرسل لي مرة ثانية. الرسالة هنا قاعد الشخص هذا يعرف عن نفسه، وطلعت امرأة ما نبي نذكر اسمها. الزبدة محتوى الرسالة: أنا اسمي كذا وعمري كذا، والامرأة هذه كبيرة في العمر. تلخيص الرسالة إنها تبي مساعدتي من ناحية غامضة مرة ما فهمتها ذاك الوقت. دايركت في الوقت هذا قلت أنا لازم أساعدها، جاني الموقف هذا لازم أساعد الناس. يقول طلبتني وقتها رقمي، رديت عليها وش تبي برقمي؟ قالت تبي تدق عليها. قلت لها وقتها إنه عادي ترى في سناب وفي انستغرام وفي تطبيقات أخرى. قالت أعتذر ماني محمل هذه التطبيقات وما عندي حسابات فيها، فقط عندي واتساب. يقول وقتها خلاص اتفقنا على الواتساب وأعطيتها رقمي على أساس إنها تراسلني واتساب. والله وصارت وجتني بنفس الوقت واتساب ودقت علي. يقول أنا هنا استغربت ليه تدق عليه في الواتساب، احنا ما اتفقنا على كذا. الزبده وقتها قلت خلاص برد وبشوف وش تبغى، بس هنا نسيت وصارت مشكله انه الواتساب محظور في المملكه عندنا من ناحيه الاتصالات. يقول قلت لها ما يمديني ارد عليك، قالت لازم تحمل التطبيق الفلاني اللي هو الVPN عشان اتصل عليك وضروري اني اتصل عليك. يقول انا هنا للامانه بديت اخاف، اقول وش هذا الاصرار، لازم تكلمني وش تبغى. ومن جد رحت احمل التطبيق وفعلت التطبيق واخذت سالفه عشان ادق عليها. يقول وقتها دقت وكان صوتها طبيعي، امراه زي اي امراه في العالم. سولفنا شوي، تعرفت علي وتعرفت عليها وكم عمرك ومن هذه السواليف. جيت وسألتها في وش تبيني أساعدك. صدمتني بالرد اللي ردت علي فيه. قالت أنا إنسانة ملموسة وأنا الجن قاعدين يأذوني، أنا إنسانة انسحرت من أهل زوجي. سولفت في أشياء كثيرة جدا أول مرة أسمع فيها. قامت في وقتها تشرح لي المعاناة اللي قاعدة تعانيها، معاناة من جد ما هي طبيعية ولا تخش العقل. وقفت مع نفسي هنا أمسك راسي، وش قاعد تتكلم فيه ذي، وش قاعد تهرج فيه. قلت لها في وقتها بوش اقدر اساعدك، اصلا ماني في هذه الاشياء ولا لي خبره فيها. ردت علي وقتها انا ما ابي المساعده في هذه الاشياء. قالت انا ما عندي اي صديق والكل تركوني، كل ما سولفت مع واحد شرد، وكل ما حاولت اني اصادق واحد شرد، حتى بنتي الصغيره اخذوها مني اهل زوجي ولا يمديني اسولف معها او اشوفها، صار لي فتره. ستوب انا هنا استغربت وقلت لها عندك بنت؟ قالت ايوه عندي بنت وقاعده مع اهل زوجي، وانا منفصله من زوجي بسبب اهله، وكل مشاكلي بسبب اهل زوجي وهم سبب المعاناه هذه اللي قاعد امر فيها حاليا. سالتها وقتها على هذه الدرجه وصلوكي لهذه الحاله؟ اكتشفت وقتها وعلى كلامها انها ساكنه في جده، وان طليقها وبنتها واهل زوجها في الجنوب. طبعا هنا وعشان يكون الموضوع واضح امامكم، لهجه هذه الامراه ما فهمتها مره، شوي تتكلم لبناني وشوي تتكلم اردني، متناقضه مره لهجتها. وسالتها بنفس الوقت انت سعوديه؟ ردت علي وقتها وقالت لي ايوه سعوديه. انا هنا الصراحه انلحس مخي، اصلا الموضوع كله غريب لأبعد درجة. يقول وقتها ضحكت وقمت اطقطق عليها، كيف كذا انت تكذبي علي، تسوقي امها علي. يقول الصدمه وقتها قالت بوريك شيء، وشوي ترسل لي صوره من اثباتها. انا هنا ما استوعبت كيف كذا، قلت لا تراكي مزورتها. يقول وليد قسم بالله وقتها ترسل لي فيديو وتخش في ابشر عشان توريني اثباتها. انا ما صدقت وقتها وقلت انها كذابه قاعده تسوق امها علي. يقول اخذتها على عقلها وسلكت لها ذاك الوقت ومر اليوم على خير. يقول وليد اليوم الثاني اصحى من النوم على رسائل منها. يقول خشيت على الرسائل هذه والا هي مرسلت لي صور كثيره عشان تستوعبون الموقف اللي حصل وقتها لي. مصوره اماكن في جسمها فيها بقع حمراء وكأن في واحد جلدها وعذبها تعذيب مو طبيعي، ومصوره كمان وجهها، واول ما شفت وجهها قسم بالله كل شعر جسمي وقف، وكأني قاعد اشوف وجه ما شفته من قبل، شيء غريب قاعد اشوفه. يقول قسم بالله لدرجة انه واحدة من عيوني قامت ترجف. راسلتها وقتها وقلت بالحرف الواحد انت وش تبين مني؟ وقتها من جد حسيت ان الموضوع ما هو مزح. يا ويلي وش ذا القصة من جد، والله بديت اخاف. قاعد اصور لكم الساعة 4 الفجر. يقول تركت الجوال وقتها وقمت مع نفسي افكر بالموضوع، من جد قاعد منصدم من اللي شفته. يقول ما قدرت اكمل يومي وانا قاعد افكر بهذا الشيء. يقول والله ما اكذب عليكم في اليوم هذا كامل عيني قاعدة ترجف، لين وصل الليل على الساعة 2 شفت مكالمة منها، اثرها دقت قبلها
ساعتين بس اني ما انتبهت. يقول طنشتها وقتها واتخذت قرار اني ابلكها. يقول والله يا كوما قبل اضغط زر الحظر كأنه في شيء داخل مخي وقاعد يعطيني افكار ممكن تضرك، لا تسوي البلوك. يقول بديت وقتها ارجف لا اراديا. عشان اختصر لكم الموضوع لان القصه طويله مره. يقول وليد وقتها لين الساعه 4 والله ما جاني النوم الا ودق عليه وقتها حوالي الساعه 4:30. هنا كنت خايف مره ومتردد ارد ولا ما ارد. وصلت لحاله قلت خليني ارد واترجاها انها تفكني منها. والله اكبر غلطه سويتها في وقتها اني ما بلغتها، والله واكبر غلطه كذلك اني رديت عليها. يقول اول ما رديت صدمني وقتها انها تفك الكام، وما فكت الكام على اي شيء بل فكت الكام على وجهها، وتطلع وجهها وقتها وهي قاعده تبكي، وما تبكي اي بكاء بل منهاره لابعد درجه. من جد والله وقتها جاني تبلد وما قدرت اتكلم. صارت تكرر كلمه أنا تعبت، صارت تقول وتكرر كذلك شوفهم قدامي. لفت الكام على زاوية الجدار وصارت تأشر لي بيدها وتكرر كلمات شوفهم خليهم يبعدوا عني. أنا في وقتها ما شفت أي شيء وكان الوضع طبيعي، بس في وقتها ركزت وكان في شيء ظاهر على الجدار اللي هو ظل خفيف لشخص واقف، والغريب في الظل هذا واللي أرعبني إنه ملامح الوجه في الظل هذا. قاعد أشوف ملامح وجه الظل هذا وقاعد يتحرك بشويش. أنا هنا تصلبت مكاني لا شعوريا. وقتها رميت الجوال بأقوى ما أملك وقعدت أرجف وقتها لين اغمى علي، ما حسيت بنفسي. صحيت الثاني يوم الظهر وانبسطت يوم صحيت احسب انه هذا كله كان حلم، وصرت ادور وقتها جوالي الا اشوفه مكسر قدامي. قعدت شهرين وقتها ما مسكت جوال، حتى حساباتي يلي في التيك توك ويلي في الواتساب يوم اخذت جوال ما دخلت عليها ولين يومك ذا. بعد هذه الفترة كلها قاعد اعاني معاناة ما هي طبيعية لين يومك ذا، وعين اليسرى لين الحين بين فترة وفترة ترجف. رحت عند 3 شيوخ يقروا علي، وفي احد الجلسات مع احد الشيوخ اغمى علي. صرت انسان منعزل، صرت انسان ما اطيق نفسي ولا اطيق المجتمع. صارت تجيني حالات غريبة وبصراحة تغير وضعي لأبعد درجة. اتمنى كل من شاف قصتي يدعي لي. الموقف اللي طحت فيه انا غريب جدا، وهل ممكن انها تكون جنية؟ والله القصة غريبة، والله قصتك يا وليد مخيفة وغريبة، غريبة جدا ما تخش المخ. والله ما أدري شيء مخيف لأبعد درجة. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بإذن الله إنك تطلع من هذه المعاناة اللي قاعد تمر فيها. وبصراحة من قصتك هذه حسيت فيك. الزبدة ما بيطول عشان ألحق الصلاة. هذه قصة وليد ودعواتكم له، ومرة شكرا يا وليد على مشاركتك وإن شاء الله ربي يفرج عليك. المهم هذا سنابي، بتكون أغلب القصص منكم أنتم يا المتابعين. تعالوا هنا وإذا عندك قصة وكانت مفيدة بإذن الله إني أطلعها. وانتبهوا وأتمنى إنكم استفدتوا وأخذتوا الفائدة من الموقف اللي طاح فيه وليد، لأنه الأهم عندي من هذه السلسلة إنكم تستفيدون. يعطيكم العافية ويسعدكم جميعا. فمان الله.